كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أنت اليوم أمام منتخب صلب، أمام منتخب قوي جدا. الكرة الأمامية العرضية، الله، أتى ببصمته الخاصة، أتى ببصمته الخاصة. يجب أن يوقع، وإلا لن يكون عبد الرزاق حمد الله، لن يكون عبد الرزاق حمد الله. أتى بالبصمة هنا، خير بديل، عمل الأساس وسجل الثالث، وسجل الثالث. عمر الذهب، عمر الذهب، لا يصدأ، لا يصدأ، لا يصدأ، لا يصدأ هذه اللقطة. وهنا لدينا الكرة في الجهة اليمنى، وسبق دفاعات الإمارات. يقولون في المغرب اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، وهذا ما فعل طبعا عبد الرزاق حمد الله في ثالث الأهداف. بهذا انتهت رواية النصف النهائي الأول، والمغرب في المباراة النهائية سيلعب طبعا المنتخب الإماراتي على المركز الثالث والرابع.